اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا قولوا عليها أفضل الصلاة والسلام. 7 أطباء مجانا مجانا. لو سمعتوا كلامهم هيبقى حياتكم أفضل وهتتغير إن شاء الله إن شاء الله للأحسن، ومش هتحتاجوا تروحوا الأطباء أصلا حقيقيين. بس امشوا على كلام ال7 أطباء المجانا دول وحياتكم هتبقى في حتة تانية. يلا نعرف أول طبيب من ال7: الصلاة وقراءة القرآن. والله العظيم والله العظيم والله العظيم الصلاة دي بتعمل إحساس جميل. يعني بصوا، يعني غير إن هي عبادة من العبادات، لا إحساسها مختلف. إن انتي تصلي بخشوع وتدعي ربنا من كل قلبك إن ربنا يرزقك باللي انتي بتتمنيه، وتقولي له الحمد لله يا رب إن انت اديتني كل حاجة في الحياة حلوة، وتشكيله وتحكيله همومك. ربنا بيسمعك، والله العظيم ربنا بيسمعك وبيسمعك. طيب قوليلي هتصل بصاحبتي اشكي لها واحكي لها، هتصل باختي، هتصل بماما، هتحللك موضوعك، هتحللك مشاكلك، هتغير من حالتك النفسية، هيغيروا من حالتك النفسية؟ مفيش الكلام ده. كله بيقول معلش معلش، محدش بيغير منك حاجة، لكن تسجد لرب العالمين وتدعيله وتشكيله وهو سمعك وبيستجيب. والله العظيم لو في كده قوة إيمانية ولحظة بجد خشوع، وإن انتوا عندكوا يقين برب العالمين إن هو هيستجيب، هيستجيب. أهم حاجة يبقى عندكوا خشوع ويقين، هيستجيب والله العظيم. ده الصلاة وقراءة القرآن بتدي كده طاقة روحانية جميلة، بتخلي كده طاقتكوا في حتة تانية. ثم الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، فركزوا في الموضوع ده كويس جدا جدا جدا. ده من أهم الأطباء ال7. يعني الطبيب ده فعلا بيداوي رب العالمين. يا جماعة ما تستقلوش بالصلاة، وفكروا في الموضوع ده مرة واتنين وتلاتة. الناس اللي ما بتصليش خلاص، ده احنا يعني هقول ايه، احنا خلاص قربنا نهاية العالم، احنا في ثانية ممكن ما نكونش موجودين. هنقابل ربنا ازاي؟ هنقوله ايه؟ اما اول حاجة بتتحاسبوا عليها هي الصلاة، هتقولوا له ايه؟ يا جماعة الحقوا نفسكوا، الحقوا نفسكوا. يلا تاني طبيب من الأطباء: أشعة الشمس. أشعة الشمس احنا ما بنستفادش منها، لا ده فيها فيتامين د. فيتامين د ده مهم جدا للجسم. انت حاسة ان انت تعبانة، حاسة ان انت مش قادرة، حاسة ان انت جسمك كده مش قادرة تعملي حاجة ومرهقة وتعبانة وعندك كسل وعندك خمول، فيتامين د، نقص فيتامين د. فيتامين د ده الشمس أقوى مصدر ليه. وبعد كده الأدوية. يعني فيتامين د تعرضي للشمس الصبح بدري وقبل الغروب، بلاش فترة الظهر عشان الشمس بتبقى مضرة، تمام؟ فهتاخدي أحسن فيتامين د. الفيتامين د حلو جدا جدا للعظم، وكلنا عندنا نقص فيتامين د. هتروحي تحللي هتلاقي عندك نقص فيتامين د. تالت طبيب من الأطباء: المشي. ليه لازم نمشي نص ساعة في اليوم؟ حتى لو مش قادرة تتمشي في الشارع، في البيت كده رايحة جاية جاية رايحة، اتمشي. المشي ده بيقلل من التوتر، بيقلل من الاكتئاب، بيخلي يعني نفسيتك أحسن، بيحرق الدهون. يعني هو حلو، هو رياضة وفي نفس الوقت بيدي طاقة روحانية عالية. يعني انتي الاسترس كله بيروح مجرد ان انتي بتمشي. حد خد باله مثلا لما يكون حد متعصب غضبان وقعد يمشي يمشي يمشي، لقى ايه؟ لقى نفسيته بقت افضل، لقى نفسيته ان هو خلاص التوتر راح، العصبية هدي. المشي، المشي معجزة، والمشي رياضة، والمشي عارفين احنا كتلة عظمنا بتقل كل ما بنكبر. المشي، المشي ده بيقوي من الكتلة بتاعت العضلات، فمهم جدا 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 المشي. حاولوا تمشوا يا جماعة ونبطل كسل، يا ريت نبطل كسل.
الكسل مش في مصلحة أي حد. يلا، رابع طبيب من الأطباء، شرب المية. شرب المية يا جماعة، في ناس بتستهون ما بتشربش المية. قلة شرب المية ممكن يعمل لك صداع، ممكن يعمل لك تعب في جسمك، ممكن بعد الشر بعد الشر يجيب لك حصاوي بقى في الكلى، يعلي الأملاح، يجيب لك صديد عالي. ما هو ده كل ده عدم شرب المية. انتي لو حللتي، لو بتشربيش مية لو حللتي هتلاقي عندك صديد وأملاح، ده أكيد. والصديد ده خطر طبعا. وانتي عارفة اللي تشرب المية الحصاوي وما أدراك ما الحصاوي، يعني وجع في الكلى بيبقى رهيب. فخلي بالك، شرب المية دي بتنعش الجسم، بتخليكي كده. وكمان حلوة للبشرة، بتخلي البشرة جميلة جدا. يلا، خامس طبيب من الأطباء، الأكل الصحي يا جماعة. الأكل الصحي، احنا حياتنا كلها غلط، احنا ماشيين كده بالبركة، بناكل أي حاجة وأي حاجة فيها دهون، بطاطس مقلية، برجر، بيتزا، أي حاجة. لا 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 يا جماعة، نحاول نقلل من الحاجات دي، ونحاول نضغط على نفسنا، ونحاول ناكل أكل صحي. والله ما فيش احلى من الرز كده والخضار وحتة الفرخة ولا حتة. لا بجد، يعني الواحد الاكل الان هيلثي ده بجد بيبقى بيضيعنا. حبوب بقى ودهون وتخن، وصحتنا تبقى ضايعة خالص، مخستعة كده. لا، حاول على قد ما نقدر، ماشي ناكله بس مش كتير. احنا نحاول نبعد عن المقليات شوية، نحاول نتجه للخضار شوية، نحاول نقاوم نفسنا. هي بتبقى متعة لحظية، الأكل ده بيبقى متعة لحظية، مجرد ما كلتي نسيتي، خلاص خلاص، آخر لقمة نسيتي انت كلتي ايه، ونسيتي الطعم ايه، خلاص انت أشبعتي نفسك فنسيتي. طب وليه؟ ليه نعمل في نفسنا كده؟ ليه نتخن لا، الدنيا مش مستاهلة. نحاول كده نقلل في الأكل اللي مش صحي. سادس حاجة من الأطباء المجانيين، نمشي في الهواء الطلق. يعني انا قلت المشي بس في الهواء الطلق يا سلام. انا قلت لك مشي تمشي في البيت وكل حاجة، بس الهواء الطلق مفيد جدا ان انت تشمي اكسجين، تشمي اكسجين. طبعا ما تروحيش تمشي في وسط عربيات فيها دخان بقى وشارع ومش عارفه ايه وتقولي ده هواء طلق، لا. حاولي تتجنبي ان انت تبعدي عن العربيات وانت ماشيه كده، حتة فيها أشجار، حتة فيها جناين، تتنفسي أكسجين. الأكسجين حلو قوي جدا جدا للجسم، فهتستفادي. شهيق وزفير، شهيق ده برضه بيقلل من التوتر وبيعمل راحة نفسية رهيبة. آخر حاجة من الأطباء المجانا، ننام كويس جدا. النوم الكويس بيأثر على الدماغ، وبيأثر على الصحة، وبيأثر عن نفسية. والله العظيم، يعني انت تنامي، وفترة بالليل بالذات، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عمل فترة بالليل ان الواحد يسترخى وينام فيها ويستجمع كده نفسه فترة بالليل، والصبح طبعا عملوا للشغل. فاحنا بقى مخالفين الطبيعة ان احنا نسهر بالليل. انا بتكلمش عن الناس اللي عندها شغل، طبعا بيضطروا يناموا بالليل، فاحنا بنسهر بالليل بقى وننام الصبح، ده نوم غير صحي. مبتكلمش بقى اللي عندهم بيبيهات، مبتكلمش عن الناس اللي عندهم اطفال صغيرة مش عارفة تنام منهم. انا بتكلم على طبيعي ان النوم بالليل ده بيجدد الخلايا بتاع الجسم. يعني من الساعة 9 للفجر خلايا الجسم دي بتتجدد. فما تستهونوش بنوم بالليل، وابعدوا عن الناس السلبية، وابعدوا عن الطاقات السلبية، واعملوا لي لايك واشتركوا في القناة، وعايزة كومنت بدعوة حلوة. يا رب أكون فدتكم.